إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مملكة الطيور. في حلقة اليوم أعزائي الكرام سوف نتحدث عن الفترة التي يتم فيها الإنتاج أو التي يتم فيها تزاوج الكناري. فمن المعروف أو من المعمول به إخواني الكرام أن فترة تزاوج الكناري تبدأ من شهر فبراير إلى نهاية شهر يونيو، بحيث أن في هذه الفترة بالذات عند شهر فبراير إخواني الكرام تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع تدريجيا، بحيث تكون الفترة ما بين شهر فبراير وشهر يونيو درجة الحرارة تكون فيها معتدلة ومثالية لتزاوج الطيور وللإنتاج منها. فهذه إخواني الكرام هي الفترة المعروفة أو المعمول بها في إنتاج الطيور في الأقفاص. فبالنسبة لإنتاج الكناري في فصل الشتاء، وهذه النقطة التي أردت أن أتحدث عنها، وهي إنتاج الطيور أو طائر الكناري بالذات في فصل الشتاء. فهذا إخواني الكرام وارد، هذه المسألة واردة للإنتاج من طائر الكناري في فصل الشتاء، وأنتجت منه عدة مرات في فصل الشتاء، إلا أن هناك شروط يجب مراعاتها واحترامها إخواني الكرام، وهي مراعاة درجة الحرارة المطلوبة، بحيث تكون درجة الحرارة لا تقل عن 20 درجة مئوية، وكذا مراعاة ساعات الإضاءة المطلوبة، بحيث أيضا ساعات الإضاءة يجب ألا تقل عن 12 ساعة، لتوفير الظروف المناسبة لطائر الكناري للجهوزية أولا لكي يجهز للتزاوج والإنتاج منه في فصل الشتاء. المرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. اشتركوا معنا في القناة حتى يصلكم جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.